تحية لكم مجددا مشاهدينا الكرام. نقلت وسائل إعلام صادرة من عدن عن مصادر قولها إن قوات ضخمة من درع الوطن تتجه حاليا من منطقة العبري على الحدود السعودية إلى عدن. ونقل موقع عدن الغد عن مصادر قولها إن هذه القوات ستنفذ عملية انتشار واسعة في المدينة، والقوات الجديدة تضاف إلى قرابة 7 ألوية عسكرية من هذه الفصائل التي يقودها فلاح الشهراني قد وصلت المدينة خلال الأيام الماضية. وتزامن الدفع بالتعزيزات الجديدة مع وصول الشهراني إلى معسكر التحالف غرب عدن، كما تتزامن مع انتهاء مهلة سعودية لقادة فصائل موالية للإمارات بتسليم معسكراتها. وتشير التعزيزات الجديدة والمجهزة بمختلف أنواع الأسلحة وفق المصادر إلى قرار السعودية حسم المعركة عسكريا مع تعثر تسليم المعسكرات سلميا. حول هذا الموضوع ينضم إلي الكاتب والأكاديمي والباحث في الشؤون الجيوسياسية والتنمية دكتور نزيه خياط. تحية طيبة لك دكتور نزيه، أهلا بك معنا في هذه الحلقة. تحياتي لك أستاذ الكريم وإلى المشاهدين الأعزاء. أهلا بك. بداية أستاذ نزيه، كيف تنظر إلى هذه الخطوة، إلى هذا التصعيد العسكري، التقدم نحو عدن لتسلمها أو عفوا لإدارة عملية عسكرية ضد الانتقالي الذي يرفض تسليم عدن بالطريقة السلمية؟ يعني المشهد اليمني لم يعد محصورا بين شمال وجنوب، أو فقط محصور بمطالب جنوبية بالحكم الذاتي أو بنظام فيدرالي، بل هو يتعدى المجال الحيوي العربي، وتحديدا تهديدا للأمن القومي العربي في شبه الجزيرة العربية ككل، وفي دول العربية المطلة على البحر الأحمر، بدءا من الصومال مرورا بالسودان، أريتريا ومصر. فإذا يعني عبر رئيس المجلس الانتقالي، وهنا الخطورة أثناء بداية العمليات العسكرية لإعادة بسط الشرعية على حضرموت، أعلن أنه على استعداد لنسج علاقة مع إسرائيل. طبعا هذه مسألة لا يجب أن تمر مرور الكرام، ويجب ربطها مع الاعتراف الصهيوني بأرض الصومال، جمهورية أرض الصومال، وما سيستتبع ذلك من إمكانية تمركز عسكري ومخابراتي وعملية رصد لكل منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية ومنطقة المشرق العربي ككل. فإذا الموضوع خطير للغاية، ولولا هذه الخطورة لما تحركت على جناح السرعة الاتصالات ما بين التركي والسعودي والمصري والصومالي لبحث وترتيب الوضع بما يسمح بتحصين هذه الجبهة التي تحاول إسرائيل أن تعبر وتنفذ خطتها، مشروع إسرائيل الكبرى. ومشروع إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل لا تقصد هو مصر في الحقيقة، وإنما هي البعد الجغرافي من منابع النيل، أي المنطقة من الحبشة، ووضع نقاط ارتكاز الهيمنة عليها عبر تموضعها على المستوى الجيوسياسي في أرض الصومال الجديد ومنطقة البحر الأحمر. هذه هي الخطورة. الموضوع ليس أنه يريد أن ينشئ كيانا يستوطن فيه اليهود، لأن سكان اليهود في العالم الديموغرافيا تاعتهم لا تتجاوز 12 مليون يهودي، وإنما هي عملية هيمنة جغرافية بما تمثل من قدرات وإمكانيات وموارد هائلة تستطيع تطويق المنطقة العربية جنوبا شمالا، تطويق مصر والسودان، وما تمثل من سلة غذائية هائلة. ومن هنا نرى عملية محاولات تفكيك وحدة السودان ودعم الميليشيات من خارج الإطار
المسار الشرعية، ثم محاولة تفكيك الوضع الجنوب اليمن بحيث يصبح اليمن مغردا. ومن يضمن بأن لا تكون هناك صفقة سرية بإعطاء إسرائيل جزيرة سومطرة، وهي التي ستتحكم بالتجارة العالمية. فإذا نعم. الموضوع يجب أن ينظر بالبعد الجيوستراتيجي والجيوسياسي في آن معا.